Hello everyone, how you guys are doing? For today's video, I collected a couple of words that you might be pronouncing them wrong. Let's get into them. Let's get into the video. Okay, أول كلمة معانا مكتوبة على الشاشة. حاول قبل ما أنا أنطقها، حاول أنت تدي نفسك فرصة ممكن إزاي تتنطق بالأمريكان أكسنت. حاول تخمن الكلمة اللي على الشاشة دلوقتي ممكن يكون نطقها عامل إزاي من قبل ما أنا أتكلم. ادي نفسك فرصة ممكن تنطق ازاي بالامريكان اكسنت. اوكي خلصت. اول حاجة حرف الاو اللي بعد حرف البي هيتنطق A مش تبقى O. So it's responsibility مش responsibility. اوكي. تاني حاجة حرف التي مش هيتنطق تي عادي، عارفين التي الامريكان بتاعت water butter better bitter. So responsibility لو بتعرفش تجيبها قوي حاول تجرب تنطقها كأنها دي او ار ودي مع بعض بس خفاف. اوكي، لانها في الاول في الاخر لا هي لا ار ولا هي دي، هي حرف التي. so responsibility. انا عارفه الكلمه تقيله شويه، ما كنتش المفروض ابدا بيها اعتقد، ولكن في حاجه ثالثه لازم تفرق حلوه قوي ما بين البي والبي. يعني الكلمة دي مليانة شوية حاجات، لازم تقول responsibility مش responsibility ولا responsibility. no وحشة قوي، خدتوا بالكم؟ responsibility. يبقى أول حاجة حرف ال O هيتنطق A، حرف ال P هيتنطق P، وال B هتنطق B، وال T R و D mixed أو خفيفة American T. so it's responsibility. اوكي، تاني كلمة معانا دي حاول برضو تنطقها كويس. American accent. حاول كده مثلا الممثل الأمريكي تعرفه ممكن ينطقها حاجة عاملة ازاي، ينطقها بطريقة عاملة ازاي. laptop مش لاب توب. lab اللي مفخمة lab مش لاب. lab. اوكي. top laptop. يبقى lab اللي مفخمة والبي بي تقيلة. اوكي. والتوب تي عادي، الاو هتبقى A والبي هتبقى P. so laptop. اوكي. تاني من الاول. responsibility والlaptop. اوكي. الكلمة اللي بعدها برضو حاولوا برضو تخمنوا. move on مش move on. move on على طول، ما تعملش همزة ما بين كلمة move و on. move on. ولو تاخدوا بالكم move فيها O و on فيها O، ولكن في اختلاف لما ننطق ال O دي وال O دي. move هتقول move، شايفين؟ move انطق حرف ال O كأنه double O. move مش move. move on. ال O هنا هتبقى شبه كلمة laptop responsibility. so move on. Okay. The third word would be a word that we all know, and we've been taught this word in schools, and specifically when we use computers, and it's this word. بنقول عليها بروبرتيز، صح؟ يعني مش بنقول عليها، انا اسفه، انتوا بتقولوا عليها بروبرتيز. عمري ما حسيت انها، حتى لو انا مش عارفه بتتنطق ازاي، بس انا حاسه ان لا، النطق غلط وحش قوي، فما عمري ما قلت الكلمه دي الا دلوقتي في الفيديو، وفيديو قبل كده في اليوتيوب برضو، علشان اوصل لكم لو سمعتوا الكلمه دي قبل كده او شفتوا الكلمه دي قبل كده فلا ما تقولش نطق ده تاني. so it's properties. عايز تقول تي انطقها، مش مشكلة لو صعب عليك التي الامريكان. so it's properties. اوكي. تنسوش البي تتنطق تقيلة. so properties. الكلمة اللي بعدها 1 2 3 4 5. the fifth word would be دي، جربوا تنطقوها برضو، فيها حاجة في حرف ال O. listen مش listen.
listen, listen, listen. Like this video is a lesson about how to pronounce some words that has O's but actually do not pronounce the O's as it should be. Okay? So listen, listen. طيب listen listen عشان ما حدش يتلخبط. listen listen اللي هي اسمع. اوكي. الكلمة التانية بالنسبة لي مثيرة للجدل وبستغرب الناس اللي بتقولها بصراحة. يعني Egypt ومش Egypt بينطقوها غلط او مش صح. يعني لو عايزين فعلا نأمرك الكلام مش هيبقى كده او ننطقه بالامريكان اكسنت صح. يعني ما اسمهاش ايفون. ازاي هتبقى ايفون؟ طيب شيل حرف الاي واتكلم وقول الكلمة دي. اوكي زي ما بتقول ايفون شلنا الاي بقت فون لانك بتقول ايفون فبقت فون من غير الاي. طيب هو ده بيبقى اسمه فون؟ الموبايل اسمه فون ولا phone؟ it's phone. okay so it's not an iPhone. no it's an iPhone. حتى خلاص يعني بقول ايفون دي كلمة محدش هيقدر يقول لي انها غلط. فحتى انت سماعيا كده صح هي بتتقال ايفون مش ايفون. so على طول when I grab my phone or ناولين الموبايل بتاعي هات الايفون بتاعي مش الايفون. عمري ما اقول الايفون خالص. so it's an iPhone. phone. اوكي شايفين حركة الشفايف عاملة ازاي؟ هنا مثلا phone iPhone. اوكي الكلمة اللي بعدها people. نسيت اديكوا وقت تقولوها بس هي people مش people ولا people. اوكي people قاعدتين. البي تقيلة هتنطق بي تقيلة والكلمة فيها 2 P's والاتنين تقال فأسهل من كلمة responsibility بكتير لأن التانية فيها 2 B's. so people تاني قاعدة وسهلة جدا اديتها لكم من أول ما بدأت قناة اليوتيوب تقريبا. ال مفخمة مينفعش أقول people it's people. okay people شايفين sounds different. الكلمة اللي بعدها اوكي قربنا نخلص. كلمة دي اسمها ايه؟ مش هقولها لازم تعرفوا نطقها ازاي. كنترول مش حاسينها غلط مصري قوي او متعربة قوي. كنترول تخيل مثلا توم كروز دلوقتي في مشهد هيقول كنترول. جيسيكا ألبا هتقول كنترول you should control this. you should control this. يعني انا هقول الجمله كلها كويس ما عدا كنترول وهاجي ابوظها عشان فعلا تشغلوا عندكم السنس انه لا في كلمه دلوقتي اتقالت بنطق غلط. اوكي مهم قوي السنس ده. I thought you broke my heart and you are in total control of this. no it's مش control في تهشين في الموضوع. control not a control أو control. control. just repeat after me. okay responsibility laptop move on properties lesson iPhone people and control. Good job everybody. Thanks for reaching till the end of this video. I hope you like it and let me know if you guys have more words. Just comment them in the comment section below and I can't wait to make a video about your guys' suggestions. Thank you so much guys for watching and don't forget to follow me on Instagram and TikTok and don't forget to subscribe to this YouTube channel and you guys gonna see me in the next time inshallah. Bye.